السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض فكره جميله جدا وبسيطه زي ما احنا شايفينها كده مع بعض. تقدري تستخدميها كماركر ان انت تعلمي الصفحه اللي انت هتقراي فيها، وكمان تقدري تستخدميها حافظه للاقلام اللي انت بتشتغلي بيها، او تقدري كمان تستخدميها كحافظه لنضاره القرايه. الفكره جميله جدا وبسيطه، من بواقي خطوط بسيطه جدا هنقدر ننفذها. يلا نبداها مع بعض. بس قبل ما نبدا مع بعض اعرفكم عن نفسي. معكم سمر من قناة أفكار موري. أتمنى اشتراكك معايا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، والمشاركة مع الأصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنبدأ مع بعض أول حاجة عقدة البداية، وهنشتغل عدد من السلاسل: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى انا كده معايا 14 غرزة سلسلة. هاخد لفة خيط واسيب سلسلة 2 3 وادخل في رابع سلسلة معايا واكون فيها غرزة عمود. لفة خيط تاخد 2، لفة خيط تاخد الاتنين لسه معايا على الابرة. بكده كونت بالنسبة لي ده تاني عمود، باعتبار ان الثلاث سلاسل دول هما اول عمود معايا. لفة خيط هدخل في السلسلة اللي بعدها واكون فيها برضو غرزة عمود، بيطلع معايا 3 لفات على الابرة. باخد لفة خيط اقفل 2، لفة خيط اقفل 2، لفة خيط السلسلة اللي بعدها برضو هكون فيها غرزة عمود. السلسلة اللي بعدها هكون برضو فيها غرزة عمود. همشي بقى على السلاسل بتاعتي كلها بالنظام ده كده. كل غرزة سلسلة من اللي معايا دي هشتغل عليها غرزة عمود. بكده هكون معايا 12 غرزة عمود. خلصت الدور بتاعي. بكده اشتغلنا مع بعض 12 غرزة عمود، باعتبار معايا الثلاث سلاسل اللي في الاول دي معايا من ضمن العمدان اللي احنا عايزينها. تمام. هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، والف الشغل الجنب التاني. هاخد لفة خيط وادخل على تاني عمود معايا. الاولاني ده فوقيه الثلاث سلاسل الارتفاع بتاعه. تمام. هدخل على تاني عمود معايا واكون عليه غرزة عمود. لفة خيط العمود اللي بعده هنشتغل برضه عليه غرزة عمود. لفة خيط العمود اللي بعده هنشتغل عليه برضه غرزة عمود. همشي بقى برضه الدور ده كمان بنفس النظام. كل عمود هيقابلني هشتغل عليه غرزة عمود. هكمل الدور ده برضو كده معايا للاخر. اشتغلنا فوق كل عمود معايا اشتغلت عليه غرزة عمود. هنيجي هنا كده في الاخر خالص معايا الثلاث سلاسل اللي كانوا ارتفاع العمود اللي في الدور اللي قبل كده، ما ننساهمش مع بعض، وهنكون عليهم برضو هما كمان برضو غرزة عمود. بكده انت لو جيتي نعد بقى عدد العمدان اللي احنا اشتغلناها في الدور التاني عشان هتتاكدي ان هما برضو معاكي 12 غرزة عمود. بعد كده هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، نلف الشغل الجنب التاني وهمشي بنفس النظام. هدخل في غرزة العمود اللي عليها الدور واكون عليها غرزة عمود. اللي بعده برضو هكون عليه غرزة عمود، وهكذا همشي بقى بنفس النظام. كل عمود يقابلني هشتغل عليه غرزة عمود. كمل بقى معايا كده بنفس النظام. كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه غرزة عمود، وما ننساش مع بعض الثلاث سلاسل الارتفاع اللي احنا بنطلعهم بنكون برضو فوقيهم غرزة عمود، ونتمم ان هم 12 غرزة عمود. هكمل بقى بنفس النظام لغاية لما نجيب الارتفاع اللي احنا محتاجينه. كده وصلنا للطول المناسب معانا. هنا بالنسبة للمقاس بالمزورة الطول معايا نقول 18 سنتي. تمام. وبالنسبة للعرض معانا حوالي 6 سنتي. بالنسبة لعدد الصفوف اللي احنا اشتغلناها اشتغلت 18 دور. اشتغلت قطعة كمان بس مقاسات اصغر شوية عشان هنبدأ نوصلهم مع بعض. بالنسبة للمقاس التاني الطول 13 دور، انا اشتغلتها 13 دور بس. وبالنسبة للطول بالمزورة معايا مقاس 14 ونفس العرض اللي هم 6 سنتي. هنبدأ نجيب الاتنين بقى كده نركبهم على بعض بالشكل ده. الغرزة من هنا مع اول غرزة من الشكل التاني كده المقابل ليها، وامسكهم كده مع بعض. الجنب التاني برضو اول غرزة معايا اهي اللي هي الثلاث سلاسل دي مع اول غرزة معايا في الجنب التاني. هنبدأ نجيب اللون التاني اللي احنا هنبدأ نقفل بيه الشغل بتاعنا. انت حابة تعمليه نفس اللون مفيش مشكلة. من طرف الشغل بتاعي من فوق خالص هنا كده، وهبدأ ادخل فيها. هبدأ اثبت الخيط بتاعي في اول الشغل بتاعي من فوق، وادخل اكون فيها في المكان ده هكون فيه اول حاجة غرزة حشو. انا هنا كده ما كنتش فصلت اللون ده. تمام كده خلاص.
هفصل اللون اللبني ده خلاص ما عادش محتاجاه. هاخد بس فيه سلسله وبكده خلاص اللون اللبني ده. اللون التاني اللي انا بشتغل بيه بالنسبه للزاويه هنشتغل فيها غرزتين حشو. بعد كده غرزه العمود اللي عليها الدور هكون عليها غرزه حشو. اللي بعدها هكون عليها برضو غرزه حشو. همشي على العمدان دي كلها، كل عمود هيقابلني هشتغل عليه غرزه حشو. بعد كده هنيجي هنا كده معانا على اخر عمود ده وهبدا اشتغل عليه 2 غرزه حشو، لان كل زاويه من الزوايا اللي هتقابلني هشتغل فيها 2 غرزه حشو. 1 2. بكده هنا اشتغلنا في الطرف ده كده غرزتين حشو. هبدا الف الشغل بتاعي الجنبي ده وغرزه العمود هتقابلني كده معايا، هشتغل في غرزه العمود دي 2 غرزه حشو. 1 2. بعد كده هعدي واتنقل للعمود اللي بعده اللي مايل كده بالجنب ده واشتغل برضو عليه 2 غرزه حشو. 1 2 بالشكل ده. يبقى انا كده كل عمود مايل من العمدان دي هشتغل عليه 2 غرزه حشو. 1 2. هبدا بقى نوصل الطرفين دول مع بعض. مكان ما انا معلمه بالماركر بتاعي بقى كده هنبدا نوصل الطرفين دول كده مع بعض. اول عمود ده بالنسبه للوحده اللي فوق اهو، هندخل في راس اول عمود فيها تمام، مقابلها ان انا هشتغل معاها في راس العمود من تحت، هاخد معاها العمود اللي تحت بالشكل ده كده، الجزئين مع بعض، الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت، واخد لفه خيط واقفل عليهم بغرزه حشو. بسحب الخيط بتاعي واقفل عليهم بغرزه حشو. بعد كده همشي نفس النظام، العمود مع العمود المقابل ليه من تحت وهشتغل عليه برضو غرزه حشو واقفلهم مع بعض. 1 2. تمام. بعد كده هكمل بقى الشغل بتاعي كله من الجنب هنا كده، العمود ده في العمود المقابل ليه من الجنب التاني وانزل كده في النص ما بينهم واقوم مكونه عليهم 2 غرزه حشو. 1 2. العمود اللي بعده والعمود المقابل ليه من ورا واكون عليه 2 حشو. بيكون معايا الشكل كده. هكمل الشكل بتاعي ده كده بقى كده لغايه تحت هنا ونبدا معايا اخر عمود في الجنب ده. هنشيل الماركر وهبدا بقى كده هدخل في وسط العمود كده هنا في النص وفي وسط العمود الاولاني من تحت واشتغل عليهم برضو 2 غرزه حشو. 1 2. بحيث ان انا كده قفلت من الجنب دي. تاني 2 غرزه عمود كمان. 1 2 عشان ده الدوران بتاع الشكل بتاعي من تحت، بحيث ان الشكل بتاعي يبقى اخد شكل الدوران كده. بعد كده هاجي هنا الفتله بتاعه العمود دي اهي مقابل فتله العمود اللي مقابله ليها من تحت اهو، اول عمود ده واول عمود ده واكون عليها غرزه حشو. ده كده اول عمود معايا. بعد كده هاخد العمود اللي بعده فتله العمود من تحت خالص اهي مع فتله العمود اللي هي المقابل ليها من اللي هي الجزء التاني اللي هو الجزء اللي تحت، برضو هدخل فيها كده. بيبقى معايا الفتلتين كده بالشكل ده واخد منهم لفه خيط واقفل عليهم بغرزه حشو. بعد كده اللي بعدها 3 4 5 سادس غرزة حشو هتبقى هي دي بقى. هنبدأ من بعدها نعمل السلاسل بتاعتنا دي رقم 6. هنا اشتغلت 6 غرز حشو في العمدان من تحت هنا كده. بعد كده هنطلع عدد من السلاسل بحيث ان العدد السلاسل ده هيكون بيلف من جوه الكتاب ويطلع بنقفل بيه من الجزء اللي فوق هنا ده. هنشتغل عدد من السلاسل 1 2 3 4 5. هكمل عدد السلاسل وعرفت كده اشتغلنا 130 سلسله. هنبدا نيجي كده نرجع تاني للشغل بتاعنا. 6 عمدان اللي لسه معايا هكمل عليهم برضو غرزه حشو تاني في العمود الاولاني والمقابل ليه وابدا اكون فيه برضو غرزه حشو. 1 اخر عمود اللي هو اللي انا معلماه بالماركر ده كده بقى هدخل في سادس عمود معايا واخد المقابل ليه من على الطرف تحت هنا كده، هشتغل عليه برضو غرزه حشو واخد لفه خيط واكون عليه غرزه حشو. بعد كده هدخل بقى في وسط العمود من جوه وابدا اكون ال2 غرزه حشو بتوع الزاويه بتاعتي. 1
2 دول بتوع الدوران بتوع الزاويه بتاعتي من الجنب كده. بعد كده هنبدا نلف الشغل بتاعي وادخل في العمود زي ما احنا اتفقنا. كل عمود بكون فيه من الجنب 2 غرزه حشو، 1 2 بكون فيه الاتنين بتوع العمود بقى الاساسيين بتوعه. تمام، يبقى الاتنين اللي تحت بيبقوا بتوع الزاويه والاتنين الاساسي اللي هما بتوع الشغل بتاعنا من الجنب. بعد كده هنرجع تاني بقى العمود اللي بعده، هدخل في النص كده واخد العمود اللي تحت واكون عليه 2 غرزه حشو، 1 2 وهكذا. هكمل قفل بقى الجنب التاني ده كده برضو، كل عمود من الجنب كده هكون عليه 2 غرزه حشو معايا. تمام، بالشكل ده كده اشتغلت الجنب كله غرزه عمود قفلتها مع العمود المقابل ليه في الشكل التاني في الجزء التاني من تحت. هنيجي هنا كده بقى اخر جزئيه هنا دي، باخد راس العمود هنا دي مع راس العمود اللي تحت عشان نقفلهم مع بعض بغرزه حشو. دي الحته اللي بتبقى زياده بس مختلفه عن بقيه الجنب بتاعي. بعد كده عادي خالص بكمل في جنب كل عمود غرزتين حشو. اخر حاجه هنا كده اخر عمود معايا هكون برضو عليه من الجنب كده 2 غرزه حشو، وانا كنت مكونه 2 بتوع الزاويه بتوعي من فوق. بدخل في راس غرزه الحشو دي كده بقى معايا واكون منها غرزه منزلقه سلسله، وبكده خلصت الشغل بتاعي. وبكده بيكون ده الشكل معايا بقى كده. ده الشكل بتاعنا. بنحتفظ بقى فيها لا اما بالنضاره لو انت عايزه النضاره، او تحتفظي بيها بالاقلام كده بالشكل ده معايا. اشتغلنا في الفيديو اللي فات طريقه عمل القلب الجميل ده كده، هنزين منه الشكل بتاعنا. هنحط كده معايا بمسدس الشمع وهبدا اثبتها معايا في الشكل بتاعي كده من فوق هنا، بحيث ان انا هتدي معايا شكل وفي نفس الوقت هي برضو من ضمن الشغل بتاعي. يعني ازاي؟ هبدا بقى اجيب كده الكتاب بتاعي وبناخد السلاسل دي كده معايا وبلفها من جوه الكتاب بتاعي المفروض. تمام، وبلفها حوالين القلب ده كده بالشكل ده، بحيث ان هي تبقى معلمه معايا الصفحه اللي احنا هنشتغل فيها. هنحط فيها الاقلام. وبكده دي فكرتنا النهارده، كانت عباره عن حافظه الاقلام او للنضاره حسب ما انت حابه تستخدميها، وفي نفس الوقت بنعلم بيها برضو الصفحه اللي احنا بنقرا فيها حاليا. يا رب الفكره تكون نالت اعجابكم وتكون سهله وبسيطه عليكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان يستفيدوا معانا وعشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناه افكار موري. مع السلامه.